Hello my dear students and viewers, welcome to this new episode. Today inshallah we're gonna study grammar. أهلا بيكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي، والنهاردة إن شاء الله هندرس grammar. أخدناها قبل كده، لكن بندخل نراجع عليها كمان علشان نكون مهيئين للعام الجديد. Okay, what are we gonna study today؟ هندرس يا ترى إيه النهاردة في الجرامر؟ زي ما انتم شايفين قدامكم هنبدأ ندرس الكوزيتيف verbs. يعني ايه كوزيتيف verbs؟ يعني الأفعال السببية. اوكي، طيب النهارده هاخد الصيغ بتاعتها في الاكتف والباسيف. طب ايه الفيرب اللي انا هبدأ ادرسه النهارده؟ قدامكم اهو الفيرب have. طيب انا مش حابه اقول اي رول، اي قاعده او حتى المينينج، انا هبدأ اشوف الاكزامبل فيرست. بصوا على البيكتشر وبصوا على الاكزامبل. خلينا نبص على البيكتشر. ايه ده؟ ده في كار وفي حد زي ما يكون is going to fix the car، حد بيصلح الكار مثلا. طب الاكزامبل بتاعي بيقول لي ايه؟ I have a mechanic fix my car every week. انا بخلي فني السيارات يصلح لي العربية او السيارة كل اسبوع. الله، ده معناه ان فني السيارات هو اللي بيصلح السيارة مش انا. لو انا كنت انا اللي بصلح السيارة بنفسي كنت قلت I fix my car every week. يعني انا بصلح السيارة بتاعتي كل اسبوع بنفسي. لكن هنا مستخدم لي verb معين causative، يعني سببي، معناه بخلي، بأجعل حد عاقل يبدأ يعمل لي خدمة معينة. طيب الفيرب have ده في أنهي زمن قدامي؟ في البريزنت. اوكي، ليه؟ عرفته منين؟ هو جاي مع I اهو بصيغة have. اوكي، يبقى ده في البريزنت. وعرفته منين كمان؟ علشان عندي كلمة دالة على الزمن اللي هي every week موجودة في الجملة، يعني كل اسبوع، ودي كلمة من علامات البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طيب انا ما عنديش مشكلة ان انا استخدم الفيرب ده في اي زمن اصلا واعمله مع الضمير المتناسب معاه او الصيغة الشكل المناسب. انا كل الفكرة جاي بعد have ايه يا ترى؟ a mechanic، يعني الشخص اللي هو هيقدم الخدمة دي، وشخص عاقل اهو فني السيارات. طب الفيرب التاني اللي جه بعد كده اللي هو صيغة الفعل اللي هيقوم بيه الحد اللي هيعمل لي الخدمة دي شكله ايه؟ يا ترى هو to زائد المصدر، يعني to والفعل من غير اضافات، ولا الفعل بس البيس فورم اوف ذا فيرب لوحديها؟ طب انتوا شايفين قدامكم اهي بيقول لي I have a mechanic fix my car. fix، الفيرب fix يعني يصلح الكار. الفيرب ده هل قبله حاجة؟ لا. طب في نهايته اس او اي دي او اي ان جي؟ لا. يبقى الفيرب ده اسمه بيس فورم اوف ذا فيرب، يعني الفعل اساسي كده ما فيهوش اي اضافات ولا حتى قبليه طول مصدريه. يبقى انا لما بستخدم have كفعل سببي بستخدمه كده بالاكتف بصيغه المبني للمعلوم، ذكر الشخص اللي هيقدم الخدمه واقول I have a mechanic، وبعدين اجيب الفيرب في حالته من غير اضافات ولا قبله اي حاجه ولا بعده حاجه. I have a mechanic fix my car every week. اوكي، طب فلنفرض مثلا ان في الجملة بتاعتي دي ان انا بقول I had a mechanic fix my car yesterday. انا خليت الراجل فني السيارات امبارح يصلح لي العربية. الفيرب اللي كان اسمه have ده بقى في انهي صيغة؟ سامعاكوا اهو بتقولوا لي had. ليه had؟ ومعناها ايه؟ وايه علاماتها؟ وايه اللي خلاني اعملها بالشكل ده؟ هتقولوا لي والله had ده الماضي من have. اوكي، طيب يعني انا جعلت، خليت فلان الفلاني يعمل لي الخدمه المعينه او الشخص الفلاني يعمل حاجه معينه. alright، طيب had ده ماضي بسيط. طيب يجي وراها ايه؟ a mechanic يعني فن السيارات، الشخص اللي بيزود لي الخدمه، اللي بيعمل لي الخدمه. الله، طب وجاي بعديها ايه؟ fix my car. عادي جدا verb fix من غير اي اضافات. ليه عملت كده؟ لان السنتنس في الباست وعلامتها yesterday بالامس. طب لما كنا في المضارع بنقول have، هل كان ممكن ليها شكل اخر؟ كان ممكن اقول he has او she has، يعني هي او شي او ات او اسم مفرد. ولكن هنا صيغه had في الماضي بتيجي مع كل الضمائر وانواعها والاسم المفرد والجمع. had مع كله للماضي. اوكي، طب خليني بقى اشوف لما انا ببدا اتكلم على زمن المستقبل. هنقرا الجمله ونشوف صيغتها. I will have a mechanic fix my car tomorrow. أخلي، سوف أجعل
يعني هخلي فن السيارات يصلح لي العربية أو السيارة يعني tomorrow غدا. فين الكلمة تدل على الزمن؟ tomorrow. برافو عليكم. طب الصيغة بتاعت have، هل هي have ولا has للبريزنت ولا had للماضي ولا حاجة تانية؟ ده انتوا واخدين بالكم بقى. ايوه will have، يعني هيخلي سوف وبعدين الفعل. اوكي، وجبت برضو a mechanic العاقل وبعدين جبت fix فعل من غير اي اضافات. اوكي، طب هل في فيرب تاني يديني المعنى ده ونفس القاعدة دي؟ بس يعني يمكن في اختلافات هنشوف، بس هل في حاجة تانية؟ هقول لكم انتوا اكيد فاكرين وانتوا ممكن تقولوا لي. بصوا على الاكزامبل ده كده. I get a mechanic to fix my car every week. نفس الصورة بنفس المعنى بالسببية والعقل موجود، بس الفيرب فيرب ايه؟ get. perfect. برافو عليكم. معناها ايه؟ بخلي، بجعل، برضو سببية برضو وبنفس المعنى، بس في فرق. بصوا على السنتنس وقولوا لي الفرق، انتوا اللي هتقولوا لي الفرق. برافو عليكم، انتوا اهو وصلتوا للفرق. ان انا عندي to fix. to fix يعني جايب لي infinitive، يعني مصدر، يعني to زائد الverb. to plus base form of the verb، يعني to كده المصدرية وبعدين الفعل من غير اضافات. ليه كده؟ مفيش حاجة اسمها ليه هنا، هي صيغتها كده. بالنسبة للفورم دي ما اقولش ليه، هي صيغتها كده، لازم اكون انا حافظاها زي مسألة الرياضة. I get a mechanic to fix my car every week. طب جت هنا زمنه ايه؟ هتقولوا لي present simple. هقول لكم عشان ايه؟ هتقولوا لي عشان كلمة every week اللي معناها ايه؟ كل اسبوع، ودي من علامات زمن ايه؟ البريزنت سامبل. اوكي، طب هل ينفع اجيب جت بنفس صيغته دي كده بس في الماضي وفي المستقبل زي ما عملت مع هاف؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ تعالوا نشوف الاكزامبل. بصوا بقى بيقول لي ايه. I got a mechanic to fix my car yesterday. يعني انا خليت الفن السيارات يعمل لي او يصلح لي الكار بتاعتي امبارح. طيب فين الفيرب السببي اللي موجود هنا؟ got. excellent. فاني فورم ده، فاني صيغه؟ هتقولوا لي في الباست، في الماضي. عشان ايه؟ علشان في كلمه yesterday بالامس. طب هو لما جاب لي got وجاب لي بعديها فن السيارات مذكور قدامي لان هو بنيها للمعلوم، ابقى عارفه مين اللي هيعمل لي الخدمه قدامي، وهو عاقل اهو هيزودني بالخدمه دي. الفعل وراه هسألكوا تاني شكله عامل ازاي؟ هتقولي to fix. to fix مش زي have اللي كنت بسيب الفيرب fix وخلاص. تمام، نخلي بالنا من الديفرنسز دي، من الاختلافات دي في الستراكشر او الفورم بتاعت الايه؟ الرول. اوكي، طب ده كان في الماضي، ينفع اجيبها في المستقبل؟ ويا ترى في المستقبل هقول ايه؟ بصوا بقى على الاكزامبل. بيقول لي I will get a mechanic to fix my car tomorrow. I will get a mechanic to fix my car tomorrow. مفيش اي حاجة، سهلة جدا جدا اهو. وقلت will get يعني سوف اخلي او اجعل الميكانيك ان هو fix my car، وخليت fix بقى to fix، والعلامة بتاعت الفيوتشر او المستقبل هي tomorrow. اوكي، طب ده كان الاكتف. هل ينفع انا اشوف الباسيف؟ يعني انا اقول خليت السيارة تتصلح. مش عايز اذكر انا الحد اللي هيعمل لي الخدمة دي، لا، مش هذكر الشخص العاقل اللي كان هيصلح لي السيارة او صلحها لي او بيصلحها لي، لا، انا عايزة اخليها كده باسيف مبني للمجهول في نفس صيغة الكوزيتيف فيرب، انه فعل سببي بس واخد معنى المبني للمجهول. يعني هذكر الشيء اللي هيتعمل له الخدمة مش الشخص اللي هيعمل لي الخدمة. اعملها ازاي وانا معايا فيرب زي get وفيرب زي have اللي اخدناهم في الاكتف من شوية؟ خلينا نشوف get. بيقول لي الجملة كان اصلها I get a mechanic to fix my car every week. انا بخلي فن السيارات يصلح لي عربيتي كل اسبوع. شفنا الكلام ده كان الاكتف. طب في الباسيف يبقى شكلها ايه؟ I get my car fixed every week. انا بخلي السيارة تتصلح كل اسبوع. فين الفيرب الكوزيتيف؟ get. برافو عليكم. فاني زمن؟ present simple. excellent. علشان ايه؟ عشان كلمة every week اللي هي ايه؟ من علامات زمن المضارع. طيب جاي ورا جت ايه؟ الشخص اللي هيعمل حاجة ولا الحاجة نفسها اللي هتتعمل او اللي هيتعمل لها خدمة؟ ايه اللي ماي كار؟ سيارتي.
يبقى ده غير عاقل، ده حاجة هتتعمل لها خدمة. طب نخلي بالنا من الجزئية دي. طب جاي وراها الفيرب ايه؟ فيكس ولا تو فيكس؟ نركز شوية. ده لا فيكس ولا تو فيكس، ده الباست بارتيسيبل. التصريف الثالث من الفعل فيكس اللي تصريفاته فيكس، فيكست، فيكست. اخد التصريف الثالث بقى اللي هو the third conjugation of the verb or the third form of the verb. التصريف الثالث علشان ايه اعمل كده؟ علشان اتحولت صيغتها الباسيف، بس لسه سببية. انا مش بعمل الخدمة بنفسي، لا انا جبت حد يعملها لي. يا اما ذكرت الحد ده فبقت مبني للمعلوم، او ما ذكرتوش وقلت الحاجة اللي هتتعمل وخلاص بقت مبني للمجهول، وكل حاجة فيهم ليها ايه؟ صيغتها. طب انا عايزه اشوف الماضي والمستقبل من جت السببي بس وهو passive. بيقول لي I got my car fixed yesterday. انا خليت سيارتي تتصلح امبارح. ما اقدرش اقول انا صلحت سيارتي لان مش انا اللي عملت كده، انا برضو جبت حد يعمل لي كده بس ما قلتش اسم الحد ده، فبقت جملة مبنية للمجهول في السببية كمان. اوكي، يعني قاعدتين في قاعدة واحدة. alright. I got my car fixed yesterday. برضو عندي got في زمن الماضي وجاي وراها الحاجة اللي هتتعمل غير عاقلة اهي، وبعدين ال past participle. اوكي، طب في المستقبل هيكون شكلها ايه؟ بصوا بقى. I will get my car fixed every week. next week، مش every week بقى. انا عايزه اغلط بقى وانتوا week يبقى ده مضارع، انما لو قلت next week جاي ده مستقبل يبقى الفيرب will get. يعني هأجعل my car سيارتي fixed يعني تتصلح past participle. اوكي، طب ما انا ما اخدتش have اللي كانت في الكوزيتيف في صيغه الباسيف، تعالوا ناخدها. هو هنا بيقول لي الاكزامبل ايه؟ عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما اقرا الاكزامبل. حتى انا لما باجي ادرس الجرامر مش هقعد ادرسها بطريقه ممله، مش هقعد اقول ايه القاعده بتقول have وبعدين غير عاقل وبعدين past participle. لا انا مش حابه كده. انا هقرا الاكزامبلز الامثله وهفهمها واشوف المعنى والمح واستنتج القاعده من الستراكشر بتاعت الوردز اللي موجوده. انا كده بعمل مهاره عليا اعلى من اني احفظ وخلاص. انا هفهم واستنتج وفي الاخر استشف القاعده من خلال الكونتكست، ودي مهاره افضل تخلينا نعرف نطبق في الاكزامبلز بعد كده. اوكي، بيبقى اسمها كده inductive، ان انا infer بستنتج. alright. conclude، ودي افضل حاجه اعملها. I have a mechanic fix my car every week. انا بخلي الميكانيك fix my car every week. احنا دي كانت active اصلا. طب لما احولها الباسيف هتبقى ايه؟ I have my car fixed every week. بصوا بقى، ادي have للمضارع علشان الضمير I جبت وراها غير العاقل اللي هيتعمل له الخدمة اللي هي my car، وبعدين جبت الباست participle، وبعدين دي علامة الزمن موجودة عندي every week. طب لو كان في الماضي اعملها ازاي؟ I had my car fixed yesterday. انا خليت سيارتي تتصلح امبارح عادي خالص. had في الماضي، my car غير العاقل، وبعدين الباست participle من فعل fix اللي هو fixed وعلامة الزمن yesterday. alright. طيب خلينا نشوف المستقبل بقى. I will have my car fixed next week. انا هخلي سيارتي تتصلح الاسبوع الجاي. نفس الشيء بعدل في زمن الجملة، ولكن يبقى ان انا بخلي الحاجة الغير عاقلة موجودة اللي هتتعمل، وكمان اجيب الباست participle وعندي الصيغة بتاعت verb have هنا will have. علشان ايه؟ علشان ده future. اوكي. طيب خلينا بقى نعمل practice. طبعا practice makes perfect، وفي ناس تانية تحب تقول practice makes progress. كل ما مارسنا القاعدة كل ما احنا تقدمنا. اوكي. طيب طبعا ده choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. السنتنس بتقول لي ايه؟ parents should space their kids to limit the amount of time using mobile phones. الآباء أو الوالدين المفروض يعملوا إيه في أولادهم؟ إن هم يحددوا أو يقللوا كمية الوقت اللي بيستخدموها أو بيستخدموا فيها الموبايلات، يعني الموبيل فونز. خلاص، محتاجين إن هم يعملوا إيه في أولادهم؟ إنهم يحدوا من الكمية دي. أقول إيه بقى؟ أنا محتاجة verb هنا بعد should. أقول get or have
or let or make. طيب ده احنا عايزين فعل سببي causative verb. طب نبص على الفيرب اللي بعد كلمة kids كده، بيقول لي to limit. to limit فين الفيرب السببي مبني للمعلوم؟ لان جايب لي their kids عاقل اهو، وجايب بعديها الانفينيتيف to زائد البيس فورم اوف ذا فيرب. ده جايب لي to المصدرية. اني فيرب بيحب ياخد to المصدرية؟ الناس اللي كانت مركزة بقى. excellent. سامعاكم اهو بتقولي get. يبقى السنتنس هتكون parents should get their kids to limit the amount of time using mobile phones. Okay, next. خلينا نقرا السنتنس كده. بيقول لي دينا space the flat cleaned every week. دينا مش عارفه ايه كده، الشقه بتتنظف كل اسبوع. الله، ده في verb cleaned past participle تصريف ثالث. ده الجمله دي سببيه، وكمان الحاجه اللي هتتعمل موجوده غير عاقله اهي، والتصريف الثالث موجود. انا عايزه verb سببي بس يكون في المضارع. اوكي، اعمل ايه؟ اقول ايه يا ترى؟ make or does or has or allowed. انتوا ايه رأيكم في الجملة دي؟ نقول ايه؟ هتقولوا لي انا ممكن اعمل استراتيجية حلوة خالص في الحل. في حاجة اسمها استراتيجية الاستبعاد exclusion. استبعد. طب الجملة في المضارع ممكن استبعد ايه؟ اول حاجة تقلل الاختيارات عليا شوية. برافو عليكم. allowed. ليه؟ لان allowed ده معناها سمح بيه. ده في الماضي اهو، ما تنفعش مع جملتي اصلا. يبقى انا محتاره ما بين make does has. طب احنا اخدنا ايه في الكوزيتيف فيربس دي النهارده؟ وتنفع مع دينا كمان، دي مفرد اهي، لو شلتها حط شي. ها، حد يقول لي الاجابه؟ برافو عليكم. has. يبقى دينا has the flat cleaned every week. okay, you're doing a great job. طب السنتنس اللي بعد كده بيقول لي I cannot use my bike because I'm having a space. أنا مش قادرة أو مش قادر إن أنا أستخدم الدراجة بتاعتي علشان أنا بخليها يحصل فيها حاجة كده. جايب لي الغير عاقل قدامي، الحاجة اللي بتتعمل أهي، واضح إنها بوزيتيف سببية بس باسيف، وأنتم مغمضين. يعني الصيغة اللي فاضلة إن الفيرب يبقى إيه؟ أنا سامعة الإجابة بس مش هقولها. يا ترى repairs ولا repairing ولا repair or repaired؟ هتقولوا لي احنا محتاجين past participle تصريف ثالث. طب هو repair اللي هو يصلح، انا عايزه اقول بتتصلح، انا بخليها تتصلح. فين ال past participle؟ ده regular verb، فعل منتظم، تبقى repaired. excellent. okay, you're doing a great job today. excellent. كمان sentence بتقول لي I space my house decorated next week. انا عايزه اقول ان انا هخلي المنزل بتاعي يتزين او يتجمل الاسبوع الجاي. الجمله دي في انهي زمن؟ فيوتشر صح. طيب انا عايزه كوزيتيف بقى وكمان باسيف مبني للمجهول، لان عندي باست بارتيسيبل اهو decorated، وعندي ماي هاوس الحاجه الغير عاقله مذكوره اهي اللي هيتعمل لها الخدمه اهي. اختار يا ترى had بتاعت الماضي دي ولا will have or has or I'm having. نفكر كده شويه. انا محتاجه المستقبل. لو قلت لكم استبعدوا على طول، استبعدوا لي حاجه كده، هتستبعدوا ايه؟ هتقولي استبعد had، لان ده had دي ماضي، والجمله اصلا next week ده مستقبل. خليني اختار اسمع. برافو عليكم. will have علشان sentence تكون I will have my house decorated next week. perfect. خلينا ناخد كمان example. علي got his credit card space. يا ترى changed or change or changes or changing. الجملة دي فيها فعل سببي got في الماضي، وبعديها تجيب الحاجة اللي هتتعمل لها الخدمة دي وغير عاقلة. يبقى أنا محتاجة وأنا مغمضة past participle أهي، قلتوها changed. اوكي، يعني علي بيخلي الكريدت كارد بتاعته تتغير. اوكي، برافو عليكم. جملة كمان. My brother always has his clothes. يا ترى clean or cleans or cleaned or
cleaning. اخويا دايما بيخلي ملابسه يحصل لها ايه؟ هو جايب لي his clothes الملابس، هي الملابس هتصلح نفسها؟ لا، الجملة دي positive بس passive، فانا لازم الفيرب اللي جاي بعد كده يبقى past participle. انا خلاص سمعت الاجابة منكم، برافو عليكم، cleaned. cleaned. تمام كده. طب انا بقى دلوقتي عايزة انتقل للكوزيتيف، بس اخد افعال اكتر وبتدي كمان معاني اكتر، مش بس ان انا بيخلي وخلاص، لا، انا عايزه ادي معنى انه بيسمح بالحاجه، بيدي permission، بيدي تصريح بالحاجه دي، بيوقفني عن اني اعمل الحاجه دي، بيرغمني ان اعمل الحاجه دي. محتاجه افعال اكتر سببيه وكمان تديني معاني اكتر. خلينا نقرا الاكزامبلز ونستمتع بقى بالستراكشر ونشوف ايه بقى بيجي مع ايه. اوكي. الفيرب make اخدناها قبل كده بمعنى يصنع. كنا بنقول my mother makes a cake for my birthday every year. مامتي بتعمل لي كيكه عشان عيد ميلادي كل سنه. النهارده مش هاخدها بالمعنى ده خالص، هاخدها بمعنى بيخلي، بيجعل، بس فيها قوه شويه او جبر. يعني حد زي ما بيكون بيديني orders او instructions، تعليمات. اوكي. طيب انا مش هبص على القاعده، انا عايزه الاكزامبل افهم منه بقى القاعده. My parents make me tidy my room. والدي بيخلوني انظف غرفتي. مش انظف، دي مش كلين، ده تايدي يعني ارتب. والدي بيخلوني ارتب غرفتي. طبعا الوالدين بيبقوا حاجه اعلى مني طبعا في السلطه، تمام، وفي المرتبه، لانهم الوالدين. فاستخدم الفيرب ميك ليه؟ لان هو مش قدي، هم مش زيي في العمر، هم ممكن يدوني انستراكشنز، تعليمات، بيبقى فيها فورس شويه، يعني جبر شويه، يعني كانهم بيامروني وبيجبروني على ده وبيرغموني على ده. فالفيرب ميك هنا مستخدم ككوزيتيف، وجاي وراها المفعول به اهو، اللي هو انا، بيجعلوني انا عاقل اهو، الجمله اكتف عادي خالص. وبعدين جايب الفيرب من غير اي اضافات ولا قبله تو، just tidy. الفيرب tidy بس بيسموه البيس فورم اوف ذا فيرب، يعني الفعل من غير اي حاجه خالص، لا قبله ولا بعده حاجه. اوكي. طب انا عايزه اقول حاجه قبل ما انتقل للفيرب اللي بعد كده. الجمله دي كانت اكتف، لو انا حبيت اعملها باسيف هتبقى ازاي؟ هتبقى الستراكشر بتاعتها غريبه جدا. هتبقى I am made to tidy my room. انا باجعل ان انا انظف غرفتي، بسحب الجمله من المجهول من الاول خالص. I am made to tidy my room. جمله خاصه جدا ويا ريت نفتكرها في make. يبقى العاقل بتاع make ككوزيتيف فيرب هيبقى my parents make me tidy my room، والباسيف بتاعها في الاكزامبل ده I am made to tidy my room. اوكي. طيب انا عايزه اخد verbs كمان تديني معاني اكتر. اخد الفيرب let. يعني ايه let؟ انا لما بقول لحد let me use your camera، خليني استخدم الكاميرا بتاعتك، يبقى معناها اسمح لي، دعني. اوكي. let's play اللي هي let us play، دعنا نلعب او هيا بينا نلعب. هنا هستخدمها ككوزيتيف فيرب، سهل جدا وبسيط جدا، بس هشوف الاستراكشر بتاعته ايه. هي فيها permission شويه، فيها سماح شويه او اذن شويه. بيقول لي علي lets me use his mobile phone. علي بيسيبني، بيسمح لي اني استخدم السيلولر بتاعه او السيلفون، يعني الموبايل بتاعه يعني. طب الفيرب صيغته ايه؟ الفعل let ينفع يجي في اي زمن انا عايزاه عادي جدا، على حسب التايم اللي انا باشير ليه او الوقت اللي انا باشير ليه، مفيش مشاكل. بس انا عايزه اقول الفيرب اللي بيجي بعد كده بيبقى صيغته ايه مع let؟ هل to use ولا use؟ هيبقى use بس، الفيرب من غير حاجه. تمام. طب بصوا قدامكم كده في الاكزامبل، انا ضحكت عليكم ليه؟ لانه هنا بيقول لي علي lets me use his mobile phone. طيب يبقى انتوا قلتوا لي ده بيجي من غير اي حاجه، بس الاستراكشر فوق مكتوبه فيها غلطه، طلعوا لي الغلطه كده. to use، لا، هو let me use. let me use يعني بيسيبني استخدم حاجته، بيخليني استخدم حاجته، يبقى let me use his mobile phone بيخليني استخدم ايه؟ الفون. يبقى انا لما اعدل الرول اللي قدامي دي هقول let وبعدها الاوبجكت وبعديها البيس فورم اوف ذا فيرب، يعني الفيرب من غير اضافات. طب انا عايزه فيرب كمان، لسه فاضل لي 2 verbs هستخدمهم هنا. allow يعني يسمح بي،
برضو فيها permission شوية، تصريح بالحاجة. زي ايه؟ علي allows me to use his mobile phone. علي بيسمح لي ان انا استخدم his mobile phone. طب الverb allow معناها يسمح بيه، بيستخدم في اي زمن عادي، جبت وراه المفعول العاقل مفيش مشاكل لان الجملة active. ولكن جه هنا لما جبت استخدم الverb لقيتني بقول to use. علي allows me to use his mobile phone. طب حولوا لي الجملة دي كده بlet وغيروا ما يلزم، يعني rewrite the sentence using let instead of allow. هتبقى بدل ما تبقى علي allows me to use his mobile phone هتبقى علي lets me use his mobile phone. اوكي، يبقى القاعدة بتاعت allow هنا allow وبعدين الobject وبعدين الانفينيتيف اللي هو فيه to plus base form of the verb، يعني to الفعل من غير اضافات. alright، فاضل verb كمان حابة ناخده اللي هو معناه يمنع حد من عمل شيء. stop، ما ده بيخليني ما اعملش الحاجة، مش بيخليني اعملها، لا بيخليني ما اعملهاش، بيمنعني او بيوقفني من عمايلها او عن عمايلها. يا ترى نقرا الاكزامبل كده ونطلع الفورم بتاعتها. بيقول لي the cold weather stops us from going out. يعني الجو البرد ده بيمنعني ان انا اخرج، بيمنعنا من ان احنا نخرج. الستركتشر بتاعته ايه؟ الفيرب stop يجي في اي زمن مفيش مشاكل، يجي وراه المفعول العاقل عادي جدا لانها اكتف، جمله اكتف عاديه، تمام. بس الفعل stop ده خد حرف الجر from وجي وراها الفيرب plus ing. okay، from going out. Well everybody, this is actually the end of our session today. I hope that you got the best out of it. Till we meet again inshallah, it's not goodbye. Take care.